على الإمام الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على العقيلة زينب عليها السلام. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. أمسية أخرى في رحاب عاشوراء، أحاول من خلال كلمات محدودة أن نستكشف العلاقة أو القاسم المشترك بين واقعة الطف بكل عظمتها، بكل شموخها، بكل قداستها، وبين ما نمر به من ظروف راهنة. في تقديري المتواضع أن شعارات السعي لنيل الحرية ومقاومة الاستبداد والظلم هي واحدة في كل آن وحين، وهذا ما يدعو للقول بأننا كموالين، ككربلائيين، كحسينيين، كعاشورائيين نحمل اليوم فوق كواهلنا مسؤوليات جسام. كيف يمكن لنا أن ننتقل بعاشوراء من فهم محدود من خلال حجز أو احتكار هذا المعنى وكأنه ماركة مسجلة في دفاتر التاريخ للشيعة فقط، وأن نحبسها في قفص مذهبي أو طائفي، في حين ما نشهده أن إشعاعات كربلاء يمكن أو هي في الواقع عابرة للمذاهب، عابرة للأديان، هي إنسانية يعني ينفتح لنا من خلالها أفق رحب واسع. أنا لا يمكن إلا أن أرى الإمام الحسين عليه السلام فيما يحدث في غزة، لا يمكن إلا أن أرى العباس عليه السلام وكل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا للباري سبحانه وتعالى في عاشوراء يبثون روح العزيمة والفداء والتضحية والصمود في غزة. أراهم يجولون من الأغوار، من أغوار غزة إلى الخنادق وإلى الأنفاق، يشحنون كل المؤمنين بالعزيمة لمواجهة الطغيان. لا يمكننا بعد ما شهدناه من تضحيات جسام، أكثر من 50,000 شهيد، بينهم أكثر من 15,000 امرأة، أكثر من 10,000 طفل رضيع، إلا أن نرى عبد الله الرضيع حاضرا في هذه المشاهد. لا يمكن لنا حين نرى العالم كله وقد تكالب على هؤلاء المؤمنين إلا أن نرى أبا عبد الله الحسين، مصداق آخر لمقولة كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء. نعم هي كذلك. وإلا بالله عليكم، ما المائز الأهم بين واقعة الطف سنة 61 للهجرة وبين ما يجري منذ 7 أكتوبر العام الماضي نحو 10 أشهر الآن؟ لنلاحظ أن كل العالم وفيهم كثير من المؤمنين لا شك بالمعنى التقليدي وإلى آخره، إلا أن من وقفوا مع الإمام الحسين في نهاية المطاف 72 من ضمنهم أهل بيته ومجموعة قلة قليلة من الأنصار معه. وكذلك الحال كلنا بالأمس سمعنا في مجالس عاشوراء السرد التاريخي لدور سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل، وكيف أن كتب القوم كانت بحدود 18,000 كتاب أو أكثر أرسلت إلى مسلم بن عقيل،
ولكن في نهاية المطاف كان يعني خرج من يعني لأزقة الكوفة ليس معه دليل يدله على الطريق. ما هذا ما الذي يعني أن الناس بشكل عام عندما تكون التضحية بهذا الحجم الكبير أكثر الناس ينسحبون من الموقف. نعم، بالموقف الأخلاقي، بالموقف الأدبي، بالموقف بالتعاطف تجد كثيرين، ولكن عند حضور التضحية بهذا الحجم قلة فقط من يقفون. حدث كربلاء كان واضح فاضح لكل الأبعاد، بكل الأبعاد، وما يجري الآن في غزة هو كذلك، وليس في غزة فقط. لا يفوتني أن أذكر أن ما يجري في حجة والصعدة من غارات يومية من أكبر دول العالم ومن تكالب دولي عدواني، وكذلك ما يجري في جنوب لبنان وما تستهدف به كل دول المنطقة. هو ذاته المشروع الأموي بشكل أو بآخر يتجلى بشكل أو بآخر. وبالمقابل هناك مضحون أرى فيهم مصداقا لشهداء الطف. ليست المسألة في مجال المقارنة. نعم، هناك إمام معصوم، وهناك يعني أصحاب الإمام الحسين لهم مكانتهم الخاصة. أنا أتحدث بالعناوين العريضة، بالعناوين العريضة. ما يجري في غزة الآن مصداق لكربلاء، ومصداق لمقولة كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء. في حجة وفي صعدة أيضا هناك كربلاء أخرى. ما الذي يجري في العالم؟ يعني بزناجير الدبابات تطحن عظام أطفال والعالم صامت، وبعضنا صامت. وليس فقط، أنا أرى كما أسلفت في غزة تجسيد لحضور لواقعة كربلاء، وأرى في العالم أنصار للإمام الحسين هم أنصار غزة الآن، بعضهم حتى غير مسلمين. مئات الملايين في أوروبا تخرج، وبعضهم يفقد وظائفه ومصالحه، ينصرون نفس العناوين العريضة، نفس المعاني: العدالة، الحرية، يطلبون الحرية، وهم يقفون ضد الظلم والاستبداد. أعزائي، لا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أقف فقط عند مسؤولياتنا. هل نحن سنبقى نتحدث في تفاصيل كثيرة لعلها تكون مهمة جدا في قضايا عاشوراء؟ وهل نحن سنبقى ندور حول معارك وهمية مع يعني مواقف تاريخية سابقة، أم نستشرف من خلالها دورنا في العالم وموقعنا وفي أي صف نكون، ومتى يمكن وكيف يمكن لنا أن ندافع عن أنفسنا عن قضايانا الخاصة من خلال عاشوراء؟ هذا يتطلب بالحقيقة أن نكون بوعي، نرتقي بوعينا، وأن نبحث في تقدير هذه مهمة. أصحاب يعني الأطر الكبيرة، أصحاب المؤسسات الضخمة، عليهم واجب اليوم أن يعقدوا نقاشات حول هذا الموضوع. كيف يمكن لنا استلهاما من عاشوراء أن نأخذ موقعنا المشرف في التاريخ، وبقدر ما نكون فعلا حسينيين كربلائيين عاشورائيين مسلمين، هذا هو الدور المنوط بنا. شكرا.